السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. الفيديو النهارده للناس عشاق القهوه، واظن ان في ناس كتيره جدا جدا بتحب تشرب القهوه. الفيديو النهارده عن الكنكه دي اللي هي الفخار بتاعه القهوه. انا عامه بخاف جدا من الفخار لان ليا حوادث كتيره معاه. انا بحب اطبخ فيه لكن بيدي للاكل طعم خطير، ومن زمان وانا بحب استخدمه، لكن بخاف منه لانه ملوش امان، باخد حذري منه يعني. ولاني من عشاق القهوه وبحب اشرب القهوه جدا، واللي عارفيني عارفين ان انا بحب اشرب قهوه وكتير. وده غلط طبعا، وما انصحش حد ان يعمل زيي. وان شاء الله اقدر ابطلها خالص وما اشربها. لكن ان انا جاي اتكلم فيه النهارده كنكه القهوه الفخار. انا كنت بشوفها كتير وبشوفها عند ناس كتير، لكن بصراحه عمري ما فكرت ان انا اشتريها او ان انا مثلا اجرب اعمل فيها قهوه. وما شربتش فيها قهوه عند حد لحد ما رحت عند اختي وبنتها عملت لي فيها قهوه هناك. حسيت ان القهوة فيها طعمها مختلف، القهوة مستوية حلوة جدا، طعمها مختلف، الطعم نفسه غير اللي بيتعمل في الكنكة العادية. المهم اني عرفت منها برضو ان هي حلوة وكده. لكن انا بصراحة برضو كنت مترددة وكنت خايفة لحد ما جوزي جابها. هو جابها وما جربناهاش بصراحة خالص. لحد ما في يوم عملنا فيها قهوة ولقينا طعم القهوة مختلف جدا، برضو نفس الطعم اللي انا شربته عند اختي. بصوا يا جماعة، الكنكة دي بيتعمل فيها قهوة عادي زيها زي الكنكة العادية، لكن انتي هتحطي فيها، انتي هتبقي منشفاها من بره، معلهاش ميه من بره خالص. هتحطي فيها القهوه والسكر والميه بتاعتك من جوه، وتحاولي ما تملاش على الاخر، وتقلبي القهوه عادي، القهوه العاديه اللي انتي بتعمليها تحطيها على النار، تتحط على نار هاديه جدا، مش على نار عاليه. هي بتاخد وقت على ما تطلع او على ما القهوه تعمل وش. ولكن بس بصراحة تستاهل يعني. بس حطيها على نار هادية خالص. بعد ما تصبي القهوة في الكوباية، اوعي تغسليها ولا تحطيها على مية خالص، حطيها كده، سيبيها في ركن كده لوحدها على مكان، في مكان ناشف لحد ما تبرد خالص خالص. وبعد كده ابتدي ان انت اغسليها، بس بعدها بفترة طويلة لحد ما تبرد خالص. لو غسلتيها بعد ما بتصبي القهوة على طول وهي سخنة هتروح مفرقعة في ايدك. لو اتحطت على نار عالية غلط، ممكن تفرقع وهي على النار. خلوا بالكم يا جماعة، الخطوات دي مهمة جدا. هي حلوة جدا للقهوة، بتدي القهوة طعم خطير مختلف عن اللي انت بتشربيه في الكنكة العادية. ولكن زي ما قلت لك، ما ينفعش تحطيها على النار مبلولة من بره، الميه تبقى جواها من جوه، من بره تبقى ناشفه. على نار هاديه تتحط. بعد ما تعملي القهوه ممنوع ان انت تغسليها. وطبعا الكلام ده عرفته من عند اختي برضه، قالوا لي كده. وكمان اللي هو الشخص اللي جوزي اشترى منه الكنكه قال له نفس الكلام ده برضه. فاللي عايز يجيبها يجيبها بأمانة ربنا، جميلة، بتدي للقهوة طعم حلو جدا جدا. واللي عايز يشتريها يشتريها، بس خلي بالكم عشان ما تتكسرش. على فكرة دي تاخد دي بتاخد حوالي 3 فنجان قهوة، وفي منها بياخد فنجان وفي بتاخد فنجان، يعني في مقاسات، انما دي تقريبا الكبيرة. تمام. هو ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة للناس اللي بتحب تشرب القهوة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.